أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في تفاصيل طيارة يعني دايما في كلام كتير عنها، ال F-35. طبعا. وتحديدا النسخة الإسرائيلية منها، الأدير. المصادر اللي بصينا فيها بتدينا صورة يعني مش بسيطة، فيها قوة تكنولوجية كبيرة قوي، بس كمان في مشاكل وتحديات كده مستخبية. بالظبط. وكلمة أدير دي بالعبري معناها القوي أو العظيم. والسؤال بقى اللي هنحاول نفهمه النهاردة هو هل القوة دي فعلا موجودة على الأرض وفي الجو؟ تمام. ولا هو مجرد اسم، يعني خصوصا لما نبصوا بقى على التكلفة والتعقيدات اللي معاها؟ هو ده الكلام. خلينا نبدأ الأول بأنها طيارة جيل خامس، بنسمع المصطلح ده كتير. أيوه. يعني ببساطة المفروض إنها طيارة شبحية صعب اكتشافها وذكية جدا، بتقدر تجمع معلومات كتير ومصممة تشتغل في أماكن خطرة، وفيها قدرات شبكية عالية كمان. بالظبط. بس هل ده معناه إنها طيارة كاملة من غير مشاكل؟ خلينا نشوف. أول حاجة كده يعني صادمة شوية في المصادر هي التكلفة. التكلفة دي قصة تانية خالص. بنتكلم في أكتر من 40,000 دولار لكل ساعة طيران واحدة. متخيلة الرقم؟ رقم يعني بصراحة مهول. طب إزاي ميزانية ممكن تتحمل حاجة زي كده باستمرار؟ هي دي النقطة المهمة قوي. التكلفة دي مش مجرد رقم على ورق، لأ، ده قيد حقيقي. يعني إيه قيد حقيقي؟ يعني المصادر بتقول إن ده ممكن يأثر على عدد ساعات التدريب اللي الطيارين بياخدوها فعلاً، وعلى استخدام الطيارة نفسها في مهام مش قتالية ضرورية. القوة موجودة طبعاً، بس استخدامها له تمن فلكي، كل طالعة بتتحسب بالمليم. وده بيخلينا نسأل، طب الموضوع ده مجدي أصلاً اقتصادياً قصاد القدرة العسكرية اللي على الورق دي؟ والمشكلة مش بس فلوس، لأ، نيجي بقى لنظام الصيانة بتاعها، ال ALIS ده. ال ALIS، نظام المعلومات اللوجستية المستقل. المصادر بتوصفه بأنه صداع دائم. فعلاً. حتى في مصدر كده قال تعبير ظريف إنه بيشتكي أكتر من ركاب الميكروباص. هو تعبير كويس بصراحة. كمية إنذارات وتنبيهات رهيبة، والمصيبة إنه جزء كبير منها بيكون غلط، إنذارات كاذبة أو مشاكل صغيرة قوي والسيستم يضخمها. والمشكلة الأكبر بقى اللي بتحصل بسبب الإليس ده حسب التقارير إن ممكن طيارات تكون سليمة تماماً، يعني جاهزة تطير، بس تفضل قاعدة على الأرض أسابيع ويمكن شهور كمان عشان الكمبيوتر مطلع إنذار إن فيها مشكلة. يا خبر، طب وده بيأثر على الجاهزية إزاي؟ طبعاً بيأثر بشكل مباشر جداً، لدرجة إن إسرائيل زي ما المصادر بتقول بدأت تفكر وتطور نظام صيانة خاص بيها. بديل ليه يعني؟ كبديل أو مكمل للإليس. كأنهم بيقولوا كده بالبلدي، لا، إحنا عايزين نتحكم في صيانة طياراتنا بنفسنا، مش هنستنى نظام معقد ممكن يعطلنا. يعني واضح إن في رغبة في الاستقلالية في التشغيل. وفي نقطة تانية برضو مقلقة جدا وموجودة في المصادر، ليها علاقة بسلامة الطيار نفسه، اللي هي كرسي النجاة، الكرسي القاذف. في كلام عن مشاكل محتملة في شغله في ظروف معينة، أو يمكن مع طيارين وزنهم معين. يعني تخيلي أهم وسيلة لإنقاذ حياة الطيار لو حصل طارئ لا قدر الله ممكن تكون مش مضمونة 100%. ودي طبعاً نقطة خطيرة جداً وما ينفعش نستهين بيها أبداً. أكيد. يعني كل التكنولوجيا دي، الشبحية والذكاء والقدرات المهولة دي كلها، وفي الآخر أهم عنصر أمان للطيار اللي هو الكرسي اللي بينقذه يكون عليه علامات استفهام. ده يخلي الواحد يسأل عن أولويات التصميم والتأكد من سلامة العنصر البشري اللي هو أساس المنظومة كلها. طيب والأعداد؟ إسرائيل كانت متعاقدة على 50 طيارة صح؟ الصفقة الأساسية كانت فعلا على 50 طيارة. بس المصادر بتقول إن اللي وصل فعلا ودخل الخدمة يعني لحد وقت قريب حوالي 39 طيارة بس. يعني في تأخير. بالظبط. وده بيورينا إن حتى في الصفقات الكبيرة والاستراتيجية دي التسليم ممكن يتأخر وممكن تحصل عقبات، وده أكيد له تأثير على خطط بناء القوى الجوية عندهم وتدريب الأطقم وتجهيز الأسراب كلها. يبقى بعد كل الكلام ده والتفاصيل دي كلها نرجع للسؤال الأصلي، هل أدير فعلا اسم على مسمى؟ هل هي القوية دي من غير أي تحفظات؟ بصي، الإجابة مش سهلة. هي أكيد من الناحية التكنولوجية البحتة طيارة قوية جدا جدا ومتطورة بشكل كبير، بتمثل قفزة حقيقية في القدرات الجوية. تمام. لكن القوة دي جاية بفاتورة ضخمة قوي، تكلفة مادية، تكاليف تشغيل وصيانة مرعبة، وتحديات تقنية معقدة زي ما شفنا في نظام إيليس، ومشاكل تانية بتظهر. فهي ممكن تكون أداة رد استراتيجي مهمة جدا ليهم، مفيش كلام. بس في نفس الوقت الاعتماد الكبير عليها بالشكل ده ممكن هو نفسه يخلق نقط ضعف.
ليها علاقة بالصيانة اللي لازم تتعمل على طول، والتكلفة العالية جدا، والاعتماد على المصدر الخارجي في التحديثات وقطع الغيار. يعني القوة هنا ليها وش تاني مكلف ومعقد قوي. يعني خلاصة اللي شفناه في المصادر دي بتقول إن طيارة أدير الإسرائيلي ال F-35 هي مثال واضح للتكنولوجيا العسكرية اللي سابقة عصرها، أيوة. لكنها كمان مثال للتحديات الكبيرة قوي اللي بتيجي معاها، فاتورة غالية جدا، صيانة معقدة بشكل وتساؤلات حوالين الاعتمادية الكاملة لبعض الأجزاء مهمة. بالظبط كده. والقصة دي بتفكرنا دايما بحاجة مهمة، إن التكنولوجيا المتقدمة مش هي العصاية السحرية اللي بتحل كل المشاكل. صح. أحياناً التعقيد والتكلفة ممكن يبقوا هم التحدي الأكبر من القدرات اللي التكنولوجيا دي بتقدمها. وهنا ممكن نسيب المستمع يفكر في نقطة. اتفضل. لما دولة بتعتمد بشكل كبير قوي على تكنولوجيا دفاعية معقدة ومكلفة جدا زي دي، وجاية من مصدر خارجي، حتى لو المصدر ده حليف استراتيجي يا ترى إيه ممكن تكون التبعات الاستراتيجية للموضوع ده على المدى الطويل؟ هل الاعتماد ده بكل التعقيدات والتكاليف والمشاكل المحتملة اللي ممكن تظهر في الصيانة أو التحديثات، هل ممكن يخلق شكل جديد من نقط الضعف أو حتى شكل من أشكال التأثير الخارجي؟ سؤال مهم ويستاهل التفكير فيه.